المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها الوزير عثمان صالح يلقي كلمة في مؤتمر حول العقوبات الأحادية. وفد إريتريا يشارك في مؤتمر قمة أفريقيا والكاريبي والباسيفيك. إدارة إقليم القاشبركة تناقش سير برامج التنمية. في ثاني أيام الهدنة، قصف إسرائيلي على لبنان، وبيروت تعلن الحداد. كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ باليستية ورؤوس حربية عنقودية. والإكوادور تستدعي سفيرها لدى كولومبيا في أحدث توتر دبلوماسي. أهلا بكم مشاهدينا. ألقى وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح كلمة في مؤتمر عقد في جنيف في سويسرا حول الآثار السلبية للعقوبات الأحادية. وفي كلمته التي ألقاها عن بعد عبر تقنية الفيديو، قال الوزير عثمان أن المؤتمر يعقد في مرحلة بالغة الأهمية، حيث يتوسع النظام الدولي ويكثف ويرسخ العقوبات الفردية التي تخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمساواة في السيادة وعدم التدخل، وتخالف ميثاق الأمم المتحدة. وأشار إلى أن تجربة إريتريا مع نظام العقوبات تعود إلى نحو 20 عاما، موضحا أن عقوبات مجلس الأمن الدولي التي استندت إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة خلال الفترة من 2009 إلى 2018 قد أعاقت مسيرة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أنه على الرغم من رفعها لاحقا إلا أن آثارها استمرت وتفاقمت بفعل العقوبات الأحادية التي فرضتها قوى نافذة. وقال الوزير عثمان أن عزلة إريتريا عن النظام المالي العالمي هي نتيجة تراكمية لهذه الإجراءات، مضيفا أن إريتريا بوصفها جزء من الاقتصاد العالمي لا تزال مقيدة عن المشاركة في التعاملات المالية النظامية التي تلعب دورا هاما في التجارة والتنمية. وأوضح أنه على الرغم من وصف النظام المالي بأنه أداة رئيسية لضمان حقوق الإنسان، فإن الإجراءات المتخذة تنتهك هذه الحقوق الأساسية. واختتم الوزير عثمان حديثه بالقول أنه على الرغم من أن العقوبات الفردية توصف بأنها نسبية ومؤقتة، إلا أن عواقبها على أرض الواقع وخيمة وشاملة ومستمرة، مما يعيق التقدم التنموي ويؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدا بأنه إذا كان المجتمع الدولي ملتزما بحقوق الإنسان فعليه أن يتصدى لهذه الممارسات المتناقضة بشكل صحيح. شارك وفد إريتريا في مؤتمر القمة 11 لمنظمة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في الفترة من 27 إلى 29 من مارس المنصرم. مثل إريتريا في المؤتمر المنعقد تحت شعار منظمة متجددة لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي في سياق عالمي متغير. كل من السكرتير الأول في سفارة إريتريا في بروكسل السيد ميكيل تسفاي، والسكرتير الثاني السيد برهاني رزدنين. وناقش ممثلو الدول الأعضاء مجالات تجديد وتقوية المنظمة والإدارة والمالية والرقابة ودعم الدول الأعضاء، وصوت مشترك في العلاقات متعددة الأطراف والحوكمة العالمية. وتأسست منظمة أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي عام 1975 وتضم 79 دولة عضو. من جهة أخرى، عقد سفير إريتريا لدى كينيا السيد بيني رؤسوم سمينار عام في الرابع من أبريل الجاري للإريتريين المقيمين في كينيا. وقدم في السمينار المقدم للإريتريين في نيروبي وضواحيها شرحا موسعا عن الوضع الراهن في البلاد والمنطقة والعالم، ودعا الشعب إلى تعزيز وحدته ووعيه للتغلب على التحديات التي يواجهها. وذكر المواطنين بضرورة الانضواء في الجالية والتأطر في الاتحادات الوطنية والإيفاء بالواجب الوطني والاستفادة المثلى من الحقوق والفرص المتواجدة داخل الوطن. وقال رئيس الجالية سيد داوود حقوس أن تأطير وتنظيم الإريتريين المقيمين في كينيا في الجالية وتطويرها وتقويتها مهمة مرحلية. وذكر المشاركون بدورهم بضرورة تشجيع اللقاءات المماثلة، مؤكدين على العمل بما هو مطلوب منهم لتقوية جاليتهم.
عقدت إدارة إقليم قاشبركة في 7 أبريل اجتماعا لمراجعة سير برامج التنمية والأنشطة الإدارية خلال الربع الأول من عام 2026. وخلال الاجتماع تم تقديم تقارير حول مستوى تنفيذ الخطط المقررة، حيث أوضح التقييم أن معظم البرامج التنموية المخطط تنفيذها خلال الربع الأول تحقق تقدما جيدا، مع ضرورة مضاعفة الجهود في مجالات حماية التربة وحفظ المياه وأعمال الحراثة والتسجيل العقاري، إلى جانب الاستعدادات الزراعية للموسم الزراعي. كما أشار الاجتماع إلى تسجيل تقدم ملحوظ في مشاريع بناء وصيانة البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة وإمدادات المياه، إضافة إلى إنشاء السدود الكبيرة والصغيرة وشق الطرق الترابية وبناء خزانات المياه. وفي كلمة له خلال الاجتماع، أكد حاكم إقليم قاشبركة السفير محمود علي حروي أن التقارير المقدمة تعكس مستوى التنسيق القائم بين المؤسسات الحكومية والهياكل الإدارية والمجتمعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص تنفيذ البرامج التنموية والإدارية المقررة لعام 2026، مشددا بصورة خاصة على ضرورة تكثيف العمل الجماعي في مجالات الاستعدادات الزراعية وبرامج حفظ المياه والتربة. كما دعا المشاركون بدورهم في الاجتماع إلى تشديد الرقابة على مخالفات قوانين المرور والحد من قطع الأشجار والتعدي على الأراضي ومعالجة قضايا السكن وإعادة تنظيم القرى، فضلا عن النظر في توفير المزيد من الجرارات الزراعية لخدمة المزارعين. أفاد مكتب العلاقات العامة في شرطة إريتريا بعقد سمينار في أسمرة في 8 أبريل الجاري لأعضاء شرطة الإقليم الأوسط والمكتب المركزي للشرطة حول الذكاء الاصطناعي وتطوره، فضلا عن جوانبه الإيجابية والسلبية. أشرف على السمينار الذي شارك فيه مسؤولو الأقسام وقادة الأقاليم والمراكز والتحقيقات الجنائية وكبار الضباط والأعضاء الدكتور مدهاني ماريقوس، الخبير التقني من الولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح بأن مقاطع الفيديو والصور والتسجيلات الصوتية التي يتم نشرها حاليا بواسطة الذكاء الاصطناعي منتشرة على نطاق واسع عالميا وتجذب الانتباه لأنها معدة بطريقة تجذب المستخدمين. وقال إنه على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي مفيد في تقديم خدمات سريعة وفعالة والحد من التكاليف، إلا أن عواقبه لا يمكن الاستهانة بها، مضيفا أنه من الضروري تعريف ضباط الشرطة بهذه التقنية لأنها يمكن أن تساعد في التحقيقات الجنائية ومكافحة الجرائم وكشفها. وأعرب عن قلقه من أن التثبيت المكثف لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة قد يؤثر سلبا على الطلاب، وينبغي على الآباء والمعلمين التأكد من أن الطلاب لا يعتمدون على التكنولوجيا بدلا من أن يصبحوا باحثين وقراء. وقال قائد شرطة إريتريا العقيد محارة طقاهي في ختام السمينار أن الذكاء الاصطناعي هو نتاج تكنولوجيات تقدم حدثا غير واقعي على أنه حقيقي، مما يتطلب من الشرطة فهم ذلك والتحقق جيدا من المعلومات المقدمة والاستفادة منها في التحقيقات وتثقيف المجتمع. تسلمت وزارة الصحة مساعدات طبية متنوعة شملت 200 سرير طبي مقدمة من منظمة الصحة العالمية في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات الصحية في البلاد. وخلال مراسم التسليم التي جرت في 8 أبريل الجاري، أوضحت ممثلة منظمة الصحة العالمية في إريتريا الدكتورة ميري ستيفن أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب مساندة الكوادر الصحية في أداء مهامها اليومية. من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير العام لإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور عند برهان تسباسيون أن هذه المساعدات ستسهم بشكل ملموس في تطوير الخدمات الصحية، معربا عن تقديره لمكتب منظمة الصحة العالمية في إريتريا على دعمه المتواصل. وفي السياق ذاته، تسلمت وزارة الصحة دعما طبيا إضافيا قدمته سفارة جمهورية الصين الشعبية في إريتريا. وحضر مراسم التسليم وزيرة الصحة أمينة نور حسين إلى جانب القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في إريتريا. أشاد أهالي وخبراء الزراعة بضاحية دم بقعاف في مديرية تباروا بالمزارع المثالي
في منطقة مسيد ملاكي تسبا أندرياس الذي تمكن من جني محصول وفير من خلال حراسة وتمهيد أرضه بشكل صحيح. وصرح كل من مدير الضاحية السيد تولد جبر ميكيل ومسؤولة منطقة زبانسكي السيدة جدي جرنسي لوكالة الأنباء بأن المزارع ملاكي يكرس كل وقته وجهده لتدريج أكثر من 5 هكتارات من أرضه الزراعية وفي تمهيد الطريق الذي يسلكه الشعب والمناطق المتضررة من انجراف التربة، موضحين بأن جهوده ساهمت في تحسين منسوب المياه الجوفية في المنطقة. وأشاد الخبير الزراعي السيد هابتوم السمري بمبادرة المزارع ملاكي، مؤكدا أنه سيتلقى الدعم الآلي والمشورة. وقال المزارع المثالي ملاكي تسفندريات من جانبه أنه سيعمل على تحسين سبل عيشه وتأثير إيجابا على بيئته بالخبرة المهنية التي اكتسبها في برامج بناء وتنمية الوطن، مضيفا أنه سيستمر في فعل ذلك بوتيرة أكبر. مشاهدينا، نشرتنا تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. في اليوم الثاني من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، تواصل الجدل بين البلدين بشأن شمول الاتفاق لبنان كما تقول طهران واستثنائه إلى موقف واشنطن. يأتي ذلك بعد يوم دام في لبنان أسفر عن أكثر من 1400 قتيل وجريح بفعل غصب إسرائيلي على مدن وبلدات لبنانية عدة. فقد أعلن الدفاع المدني اللبناني ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان الأربعاء إلى 264 قتيلا و1165 جريحا. وفي إيران دوت انفجارات بأصفهان في حين فعلت الدفاعات الجوية في المدينة ومدن أخرى وفق ما أفادت وكالة مهر. سياسيا، قال البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيوفد فريقا تفاوضيا إلى باكستان بقيادة نائبه جي دي فانس، لكنه أعرب عن قلقه من استمرار الهجمات، معلنا فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على أي دولة تزود طهران بأسلحة. هذا وتعرضت عدة دول خليجية لسلسلة هجمات منسقة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد ساعات فقط من إعلان هدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، في تطور يسلط الضوء على هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت كوريا الشمالية أن سلسلة التجارب التي أجرتها هذا الأسبوع شملت أنظمة أسلحة جديدة متنوعة، بما في ذلك صواريخ باليستية مزودة برؤوس حربية عنقودية، في إطار سعيها لتوسيع قواتها النووية القادرة على استهداف جارتها كوريا الجنوبية. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن التجارب استمرت 3 أيام، وشملت أيضا عروض لأنظمة مضادة للطائرات وأنظمة أسلحة كهرومغناطيسية مزعومة وقنابل مصنوعة من ألياف الكربون. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الصواريخ قطعت مسافات تتراوح بين 240 و 700 كيلومتر قبل أن تسقط في البحر، وأنها رصدت أيضا على الأقل مقذوفا واحدا أطلق يوم الثلاثاء من منطقة قرب العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ. وقالت وزارة الدفاع اليابانية أن أي من الأسلحة التي أطلقت لم تدخل المياه ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، بينما صرحت القوات الأمريكية بأن الإطلاقات الكورية الشمالية لا تشكل تهديدا فوريا للولايات المتحدة أو حلفائها. أعلنت حكومة الإكوادور استدعاء سفيرها لدى كولومبيا للتشاور في خطوة دبلوماسية تعكس تصاعد التوتر بين البلدين بعد تصريحات للرئيس الكولومبي أثارت احتجاجا رسميا من كيتو. وأوضحت وزارة الخارجية الإكوادورية أن قرار استدعاء السفير جاء على تصريحات أدلى بها الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، اعتبر فيها أن نائب الرئيس الإكوادوري السابق خورخي جلاس المسجون بتهم فساد سجين سياسي، داعيا إلى الإفراج عنه أو تسليمه إلى كولومبيا. من جهته، رفض الرئيس الإكوادوري
دانيال نوبو هذه التصريحات، مؤكدا أن هذا يمثل تدخلا في الشؤون الداخلية للإكوادور وانتهاكا لمبدأ عدم التدخل في القرارات القضائية للدولة. وتأتي هذه الخطوة في سياق توتر متزايد بين البلدين الجارين خلال الأشهر الأخيرة على خلفية خلافات سياسية وأمنية، إضافة إلى نزاعات تجارية وإجراءات جمركية متبادلة. وصل رواد الفضاء الأربعة المشاركون في مهمة أرتميس 2 التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا إلى أبعد نقطة في الفضاء يصل إليها إنسان، متأثرين بجاذبية القمر في طريقهم للقيام برحلة مأهولة نادرة فوق الجانب البعيد المظلم من القمر. وسجل رواد الفضاء الأربعة في مهمة أرتميس رقما قياسيا جديدا في الرحلات الفضائية، إذ تجاوزوا أقصى مسافة للابتعاد عن الأرض والبالغة 248 ألف ميل أي 400 ألف كيلومتر، والتي وصلت إليها بعثة أبولو 13 عام 1970. وتهدف سلسلة مهام أرتميس التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات إلى إعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر بحلول عام 2028 قبل الصين، والتأسيس لوجود أمريكي طويل الأمد هناك خلال العقد المقبل، وبناء قاعدة قمرية ستمثل ساحة اختبار للمهام المستقبلية المحتملة إلى المريخ. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الوزير عثمان صالح يلقي كلمة في مؤتمر حول العقوبات الأحادية. وفد إريتريا يشارك في مؤتمر قمة أفريقيا والكاريبي والباسيفيك. إدارة إقليم الكاشباركا تناقش سير برامج التنمية. في ثاني أيام الهدنة قصف إسرائيلي على لبنان، وبيروت تعلن الحداد. كوريا الشمالية تعلن اختبار صواريخ باليستية ورؤوس حربية عنقودية. والإكوادور تستدعي سفيرها لدى كولومبيا في أحدث توقعات دبلوماسية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.